الاسباب مش قادره هي يبقى هنعمل الاختبارات، مش قادره يبقى هكذا. ده اللي احنا بنعمله. مفيش حد بنقول له انت عندك حساسيه واطلع بره ومش هتاخد دواء، مش هديك دواء، مش خد دواء ما انت خدت ادويه. اوكي لحظه بقى واحده، ليه انت ما بتخفش؟ ليه انت عندك الشكوى؟ مش شكوى امتى؟ روح بيتكم وتعالى لي بعد اسبوع واكتب لي في الكراسه دي الاعراض بيجي لك الساعه كام وجيني المره الجايه بجدول. الله الله الله، شفت قلت ما بيجيلكش بالليل؟ ما انت كل شكوتك بالليل بعد الساعه 12. الله، طب ممكن بقى اشوف المرتبه دي، اشوف السرير، اروح البيت واشوف اوضه النوم الاقي المرتبه بتاعه امه، هو اتجوز عند امه مفيش سكن، اتجوز امه، تعالى يا تيتا المرتبه بتاعت مين؟ دي بتاعت جدتي. يعني المرتبه بقى لها 70 سنه يمين عليها، طب غيروها، يغيروا المرتبه، تتغير الدنيا خالص. يعني ممكن تكون مرتبه، شوف بقى ازاي سهله جدا، حاجه سهله. ممكن تكون مثلا حاطين على الحيطه اوضه النوم، الشكوى بتجي لهم بالليل، حاطين على الحيطه تابلو جدو الباشا لابس الطربوش وما اعرفش ايه، والتابلو ده مليان من ورا تراب ومليان حشرات ومليان حشر فراش، ويقفلوا الباب بالليل وهم نايمين، يوم التابلو ده يطلع عليهم كل المواد دي كلها بالليل. يا بيبخ، يبقى شيل التابلو، جرب نام في اوضه ثانيه غير الاوضه دي، يبقى